بالأمس كان حلمه، واليوم بات حقيقة. عنابة على بعد أيام من احتضان بطولة كأس إفريقيا للمحليين شان 2022، وتجسد فعلا هذا الحلم بفضل تحد رفعته السلطات المحلية للولاية، ونجحت من خلاله أن تعيش عنابة عرسا إفريقيا على مدار 29 يوم. عنابة أصبحت جاهزة لاحتضان شان 2022، ومن مطار رابح بيطات الدولي ستحط الطائرة الخاصة لكل من المنتخب السنغالي وكوتيفوار، أوغندا وكونغو الديمقراطية، وهي الفرق المتواجدة بالمجموعة الثانية. ملعب 19 ماي 1956 بحلته الجديدة سيشهد مباريات منتخبات المجموعة الثانية بالإضافة إلى مباراة الربع النهائي. الملعب الذي أجمع كل من شاهده أنه بات تحفة معمارية رياضية فريدة من نوعها على المستوى الإفريقي، سواء من ناحية موقعه الاستراتيجي أو من ناحية أرضيته التي تصنف رقم 1 في إفريقيا، وهذا ما يجعله يختلف عن سائر الملاعب الأخرى. علاوة على هذا، تزود الملعب العنابي بالعديد من المرافق الجديدة من قاعات ومقاهي ومنصة للصحفيين، وعلى موقف ركن للسيارات يتسع ل5000 سيارة، والذي اشترطها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل بداية أشغال ترميمه، وانبهر بها مؤخراً. رفع التحدي، والسلطات المحلية لولاية عنابة سابقت الزمن، وفي ظرف 6 أشهر بات رابع أكبر ملعب في الجزائر جاهزاً لاحتضان التظاهرة الإفريقية. أيام قليلة قبل بداية الموعد الإفريقي، ها هي عنابة تكسب الرهان وتستعد بمواطنيها للترحيب بضيوفها الكرام. ملعب العقيد شابو هو الآخر المتواجد بقلب المدينة، جاهز لشان 2022. هيبون، هيبوروجيس، بونا، أبون هي الأسماء التي توالت على هذه المدينة التاريخية، مدينة الفن والحضارة والمالوف. السلب والفنان فيها يطرب، المالوف راهو يسند، ستعجبني عنابة. بالمدينة فنادق فخمة، وهي التي ستستقبل ضيوف الكرة الإفريقية. فندق الشيراتون، فندق سيبوس، فندق صبري،
الجذابة السياحية. وبهذه المناسبة الكروية سيتعرف العالم الإفريقي على الجمهور العنابي وطريقة تشجيعه في المباريات. ويتعرف على تقاليده وثقافة المدينة، وأيضاً أهم معالمها التاريخية والمرافق المتعددة والبنية التحتية. عنابة على موعد مع تحدي جديد لتؤكد بأنها دائماً ما تكون على أهبة الاستعداد وعلى قدر المسؤولية مهما كان نوع التحدي، وبأنها جاهزة لكتابة تاريخ جديد سيبقى محفوراً في تاريخ هذه الولاية للتحضير للعرس الإفريقي الكبير كأس إفريقيا 2025.